السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هفسر لكم المثل الشعبي اللي بيقول هو انت فاكرني كيس جوافه؟ طب يا ترى ايه اللي ربط الجوافه بعدم التقدير؟ تعالوا اما اقول لكم. يا ترى ليه دايما بنقول على اي حد ملوش لازمه ده عامل زي كيس الجوافه؟ ليه مش كيس عنب مثلا او كيس فراوله؟ اشمعنى الجوافه؟ الموضوع ده ليه قصتين، الأولى متعلقة بالجوافة والتانية متعلقة بالكيس نفسه. قالك زمان إن الفلاحين ما كانوش بيهتموا بمحصول الجوافة، وده لأنه ما كانش بيجيب لهم فلوس كتير، فكانوا بيزرعوا الجوافة على حدود الأراضي الزراعية، وده علشان يفصلوا بين الأراضي وبعضها، ولو حد غريب عدى وخد له جوافة ولا اتنين عادي محدش بيعمل له أي حاجة، لأن بالنسبة ليهم الجوافة دي ملهاش أي لازمة. طب إيه الموضوع التاني المتعلق بالكيس؟ أنا هقول لكم. كان زمان الأكياس اللي بيتحط فيها الفاكهة كانت عبارة عن أكياس لونها بني مصنوعة من الورق، فكان الكيس ده ممكن فجأة يتقطع منك وانت ماشي، أو يتكرمش فالحاجة اللي جواه تقع، فتحس كده انه كيس مايس وما بيعملش اي حاجة وما بيعملش اللي عليه وملوش اي لازمة. فمن هنا الكيس ملهوش لازمة والجوافة كمان ملهاش لازمة، فلما يجتمعوا الاتنين مع بعض يعملوا اي حاجة ملهاش اي لازمة. فمن هنا انطلق المثل الشعبي اللي احنا دايما بنردده في حياتنا اليومية، ونقعد نقول هو انت فاكرني كيس جوافة؟ بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير، واستنوني في فيديوهات جاية كتيرة. مع السلامة.